عطنا قصة يا مال الجنة. هذه القصة، هذا الكتاب اسمه التوفيقات الإلهامية. جميل. هذا الكتاب بإهداء المؤلف، شوف أنا فرحان به. ما شاء الله. هذا الكتاب يؤرخ من بداية 1 للهجرة إلى سنة 1500، ويذكر كل شهر يدخله ويخرجه. يعني رمضان يبدأ يوم الخميس هذه السنة، وعيدنا يوم السبت عجيب. مثلا، وهكذا كل السنوات يذكر الأحداث اللي صارت فيها. ودخل محمد علي الدرعية، مو محمد علي، إبراهيم باشا الدرعية، وهمها وأخذ الإمام عبد الله معه وكذا. فيؤرخ كل الأحداث اللي تصير إلى سنة وفاة، سنة 1000 أو تأليف الكتاب 1311 في بولاق. هذا الكتاب شريته ب2500 ريال. كان أول عندي بالمكتبة أبيعه ب500 600، ارتفع ل 2500 و3000 و4000. وشلون؟ جاء واحد وغرد قال كان عند جدي هذا الكتاب ويقول لكم ان العيد ان رمضان يوم كذا والعيد يوم كذا، وطلع صحيح. سبحان الله. فانا عندي نسختي، كان عندي نسختي غير هذه. فغردت عنه وتكلمت عنه وضرب مثال في السنه اللي حنا فيها. فجاني واحد بالتلفون قال الكتاب مطلوب. قلت هذه نسختي. قال مطلوب وبكم؟ قلت يعني ابى اتشقق مره. قلت ب 2500 ريال. قلت قال خلاص ابجي اخذه. ما شاء الله. واخذ نسختي وقعدت بدون نسخه. فقعدت ابحث عن الكتاب، بدا يرتفع. لما بحثت بمكتبتي ذاك الوقت لقيت نسختين، كنت مسعرني ب700 المكتبه التجاريه. حطيته ب1000 لانه مطلوب يسالوني عنه. بعدين ب1005، بعدين دورته ما لقيته، شريته ب2000، بعته ب2500. الان يباع عادية ب2500. هذه النسخة بإهداء المؤلف غالية لأن المؤلف، وكذلك النظافة والتجليد، وفيها ميزة خشب. هذا جلد خشب. ما عندنا خشب حنا، يعني عندنا ورق، لكن هذا جلد خشب. يعني هذه ميزة.